اتاسف الشيبي، هو ما قدرش حاجات كتير يعني. هو حسين جاسر جاي يتاسف الشيبي لان الشيبي كان زعلان جدا بصراحه. انا شايف الشيبي من ساعه الماتش ما خلص هو الشيبي متضايق جدا. وخاصه ان دي مش اول مره تحصل يعني. حصل برده معاه موقف مشابه ليه الماتش الاهلي اللي في السوبر، ماتش السوبر اللي كان في الامارات. لو انت فاكر يعني. ايوه الخناقه اللي عند الكورنر، الخناقه اللي كانت عند الكورنر بالظبط. فهو الواد ما بقاش فاهم يعني. انتوا يعني عادي خد بالك. ما هو لو فكره في ان احنا نشتم او نضرب بعض، دي اسهل حاجه ممكن اللاعب يعملها، سهل اي حد يعملها. طيب هل ترى ان هذا الاعتذار كان مقبولا كفايا بالنسبه للشيبي؟ انا اللي شايفه كان يعني تمام في حاله تقبل، انت شايف ايه؟ والله انا هو بص، هو الشيبي من ساعه اللي خلاص هو دخل في مود ان هو متضايق جدا، فخلاص هو ممكن يكون خلاص تقبل الموضوع في ساعتها. حالته ايه بقى بعد كده؟ خلاص هو دلوقتي مسافر المغرب حتى بعد الاعتذار هو متضايق. هو متضايق وده طبيعي وده حقه. بس فخير الحمد لله. انا حسين عارفه كويس. ايوه لان حسين طبعا بالنسبه لي مش جديد عليه. احنا لعبنا كمان مع بعض، حسين وانا هو لعبنا مع بعض في المنتصف. حسين بالنسبه لي مش جديد، وانا عارف حسين كويس وعارف ان هو شخص كويس. فانا استغربت اللقطه بصراحه، هي كانت غريبه بالنسبه لي. بيراميدز كسب الاهلي 3-0. لا يمكن. انا بقول لحضرتك بيراميدز لاول مره النادي الاهلي يتغلب. والله يعني انا مش هبقى سعيد قوي ولا حاجه رغم لا مش لا انا معلش انا سعيد قوي. الاهلي اتغلب 3-0. الاهلي ده فريق مصري صحيح. انا وحضرتك زملكاويه منوعين زملكاويه وبنحب الزمالك، ولكن دايما اتمنى كل الخير للاهلي وكل يا فندم. بنتمنى له الخير انما ده ايوه الضحكه الحلوه بقى بتاعت ال3-0 دي. طب ما تخلينا في النادي بتاعنا طيب يا استاذ عمرو. ما بلاش النادي بتاعنا بقى، ما بلاش السيره دي. ان شاء الله القادم افضل والقادم احسن للنادي بتاعنا، وان شاء الله كل النوادي المصريه تبقى بخير. لنادي الزمالك ونادي السكه الحديد ان شاء الله كمان. ازاي هيبقى افضل؟ ازاي؟ والله مفيش حال بيستمر كده يعني. ايوه مفيش حال بيستمر كده. لازم يا استاذ عمرو. وانت فاكر ان الحال ده هيستمر كده؟ وانت فاكر ان هو حتى اعضاء مجلس الاداره سامعيني والمستشار مرتضى منصور سامعني؟ هو المستشار مرتضى منصور ومجلس الاداره ده هيفضل قاعد طول العمر؟ لا يمكن، هيتغير. طب اللعيبه دي هتفضل طول العمر؟ يا فندم هيحصل ايه؟ هيتغير. لعيبه على مستوى عالي، لازم يكون الفكر عالي. ده فكره محدود، ده بالنسبه للعيبه الاهلي فكره محدود. انا كتر خيره السنه دي خد بطولات وخلاص وشكرا على كده. ماشي، ما هو فكر محدود. هات بقى، خلي عندك طموح. انت عندك كاس عالم للانديه، عندك بطوله افريقيا السنه الجايه، انت ما تعرفش الفرقه هتبقى عامله ازاي. اللي انت حضرتك بتقول عليها دي هو اللي طالبها يا كابتن. يا عم مين اللي طالبها؟ ما هو الراجل اللي طالبها. يا جدع احلف لك احلف لك بان مفيش الكلام ده. مش كولر طموح لانك انت اكبر نادي في افريقيا. بان انا امشي الراجل. لا هو انا ما بقولكش. بص انا بقول ان يجيب بقى مدرب على قد الاحترافيه اللي النادي الاهلي عاملها. يجيب مدرب محترم يعني يديله كبشه فلوس بس يعمل لك شكل. كابتن رضا استهدى بالله، مدرب واخد 5 بطولات. والله ما اتكلم. خش بقى. هو ايه اللي والله ما يا جدع اسمع الكلام. وانت رضا هو انت عايز تتكلم تاخد المايك لوحدك؟ صلي على النبي. صلي على النبي. واحد واخد امشي معايا واحده. انا جايب مدرب اسمه رضا عبد العال. لا سيبك من رضا عبد العال. لا اسمع بس عبد العال. اسمع احنا هنقعد نطبل. خد 5 بطولات. هنقعد نطبل. اجي بطوله السنه بس. اسمعني بس. اتغلب ماتش اقول يمشي؟ ده انا بقول لك انا عندي طموح دلوقتي ان انا جايب لعيبه جامده وعايز اوصل ابعد من كده. اجيب بقى مدرب لان انا شايف ان المدرب ده قليل فنيا. ابعد يكسب بقى. اللي هو ايه يا كابتن رضا؟ ما انا قلت لك كاس عالم بس كده. طبعا الدوري انا بقول لك اهو من السنه دي. ما خلاص ما فيش فرق. الاهلي السنه الجايه هو بطل الدوري. فار بايظ ولا في عاشور ولا في الحنفي شكله ايه ده اللي هو راسه جاي كده. في حكام محترمين بنشكر جلاله الملك خادم الحرمين الشريفين. يعني مش عايز اقول لك انت كنت معمول لك حاجه في عينك. وده على فكره حصل مع الشناوي قبل كده. عارف كنا بنلعب في افريقيا تقريبا وبعدين دخل فيه 5 تجوان. فانا جبته قلت له يا ابني ايه اللي حصل؟ قال لي انا كنت هتجوز بنت مش عارف اسمها ايه وبعدين عملت لي سحر. فحد بيقف لي ورا الملعب ورا الجون. شناوي ابص ورا يروح داخل الجون. تمام. فانا خايف تكون الحاله جات لك. يعني هو بس دي في الاهلي يعني بس النظره دي بس الاهلي. لكن لما تحصل مواقف مشابهه في انديه اخرى لا بتحصل مواقف هنا وهنا 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 بس ما فيش حد في حته تانية لوحده. كله زي بعضه.
هي دي بقى النقطه اللي انا بتكلم فيها. انا بكلمك هي محطوط سبوت على الحته ديت ان مفيش حد بيتجاوز ولا حد بيعدي مش عارف ايه ولا حد بيعمل ايه، دي محطوط عليها سبوت كبير. لا انا بتكلم عموما على اي حد محطوط عليها سبوت ان احنا ما ينفعش حد يتجاوز وحد يعمل ويبقى موجود عندي. لا دي مش دي موجوده. انت بتتكلم انت شايف مصلحه الاهلي ان امام عاشور يبقى موجوده، دي هتقول كده اقول لك على عيني وعلى راسي، لكن ما تدخلهاش في حته تاني، ما تدخلهاش في حته حدش دخلها والاهلي ما دخلهاش. لا الاهلي دخلها وطلع يبرر. ده عشان احنا الناس بنطلع بتتكلم. نبرر. لا ما فيش حاجه اسمها ناس كتير بتتكلم. كل الناس ده الناس بتتكلم على الاهلي أيوة اكتر ما بتتكلم عن نفسها. ايوه ما بتتكلم عن النهارده الناس أيوة كل ساعه حد بيتكلم منهم 55 دقيقه على الاهلي و5 دقايق عن نفسه. اي حاجه. ايوه ماشي، ما هو بيتكلم على الاهلي في الصفقه. سيبك انت. الصفقه جامده طبعا. ايوه